لازم تعرف ان الخيانة عندي عقابها الموت. بس أنا ما خنتك، أنا غلطت وبس، والعملية مشيت تمام. ما كان قصدي أضرك أو أكون ضدك. أنا آسف، بس عندي سؤال. ليش خليتني أضل بالبيت 3 أيام بس؟ انا حبيتك يا سيدي، وحبيت تعرف انك لازم تفكر تقعد مع حالك وتشوف ان العاطفة بمجالنا ممكن تضرك كتير. عشان كده حبيتك تتعلم من الدرس. تعلمت منيح. ممتاز. هلا في عملية جديدة راح تروح لها انت وصاحبك، بس انتبه هالمرة ما تضحك عليك مرة تانية. لازم تعرف ان الخيانة عندي عقابها الموت. بس أنا ما خنتك، أنا غلطت وبس، والعملية مشيت تمام. ما كان قصدي أضرك أو أكون ضدك. أنا آسف، بس عندي سؤال. ليش خليتني أضل بالبيت 3 أيام بس؟ انا حبيتك يا سيدي، وحبيت تعرف انك لازم تفكر تقعد مع حالك وتشوف ان العاطفة بمجالنا ممكن تضرك كتير. عشان كده حبيتك تتعلم من الدرس. تعلمت منيح. ممتاز. هلا في عملية جديدة راح تروح لها انت وصاحبك، بس انتبه هالمرة ما تضحك عليك مرة تانية. العملية مهمة جدا، البضاعة غالية كتير، راح تطلع لها انت وصاحبك. اعتبرها خالصة. ركز منيح، العملية مهمة جدا، فتح عيونك. حاضر، بس مع مين راح تكون العملية؟ وليش لهالدرجة مهمة؟ البضاعة غالية جدا، أي خطأ فيه خسارة كبيرة جدا. تروح المكان انت وصاحبك، تاخذوا المصاري، تسلموا الألماس، ما في شيء صعب، ترجعوا وانتهي الموضوع. بس البضاعة غالية كتير. اعتبر المصاري صاروا معك يا معلم. ما راح نلمسك، مش أول عملية بنعملها. تبغى تسرقني يا ياسر الكلب؟ وانتي برافو عليك يا سهى، عرفتي تصيديه مرتين. لازم تتأكد ان كل شيء مرتب له. ما تخاف معلم، المبلغ كبير، انت الوحيد اللي بثق فيه. اعتبر المصاري صاروا معك. وهسا عن إذنك بدي أروح أخلص شغلة وأجهز حالي. بدك إشي؟ لا ما بدي شيء. ما تنسي أول ما تطلعوا تقتليه. ممكن أسألك سؤال معلم؟ أكيد. أنت ليش ما قتلته قبل العملية؟ أنا كنت هيك بدي أعمل، بس عجبتني فكرة الألماس المزور. قلت أسلم الألماس للزلمة وياخذ الفلوس وتقتليه وأكسب كل شيء. طبعا
تقتلي الزلمة كمان. وشو مشان العصابة الثانية؟ شو نعمل فيهم؟ العصابة الثانية تثق فيا ثقة عمياء. بعد ما تقتليه وتجيبي الجثة بخفي جثة ياسر واعلن انه سرق مني كل شيء وخانني زي ما خانه. هيك أخليت مسؤوليتي من كل شيء وكمان كسبت كل شيء. والله مفكر ومخطط لكل شيء. طلع حواليكي، لو كنت ما بفكر بكل شيء كنت رح أوصل لهون. تمام معلم، أنا لازم أطلع جهز حالي بالعملية. تفضلي. سهى، أبوكي رح يكون سهران معي الليلة. تمام معلم. رح دير بالي عليه، كل كلمة تحكيها رح كون سامعها. تمام معلم. برافو برافو يا سهى، برافو. راح تكوني عندي دائما المفضلة. أبوكي كان سهران ومبسوط معانا على الآخر، حتى سلي. كيفك يا بابا؟ انت منيحة؟ سهى ما في أحلى منها في الدنيا. أنا محضر لك مفاجأة يا سهى ولا أحلى. بعتقد مفاجأتي حتكون أكبر. سامع كل شيء. كيف عملتي هيك؟ خلينا نشوف شو بده يتصرف عشان نعرف شو بدنا نقرر. بابا حبيبي، احنا بدنا نمشي. نسيت يا ياسر مين كبرك ووثق فيك؟ انت ما عمرك عملت لي شيء على فكره. انت كنت شايفني وحش، بزبط يكون واجه لاعمالك الزفت. انت مستغل فكره انه وجهي مشوه مش اكثر، مثلك مثل غيرك. انت اللي قابلت مني وحش. بس أنا استغليت هذا الموضوع. تعرف شغلة؟ الواحد لازم يكون له وجهين، وجه مشوه
يشوف فيه الناس اللي بدها تستغله، والوجه الثاني للناس اللي بدها تشوفها على حقيقته. باي يا معلم.